نقطة حوار جديدة مع محمد عبد الحميد. أهلا بكم. عتمة إلكترونية ومواقع اتشحت بصفحات سوداء كتب عليها عبارة واحدة تعكس الجدل والقلق. العبارة تقول: قد تحرم من محتوى هذا الموقع في ظل تعديلات قانون المطبوعات والنشر الأردني والرقابة الحكومية على الإنترنت. عصيان إلكتروني وخيمة اعتصام ضد التعديلات والإضافات الصادرة حديثا، والمتهمة بتقييد واستهداف حرية الإعلام الإلكتروني في المملكة الأردنية بشكل غير مسبوق. القانون فرض على هذه المواقع الحصول على ترخيص حكومي، ووضع في يد السلطات القدرة على حجب بعضها في ظروف معينة، كما جعل الموقع مسؤولا عن كل شيء حتى تعليقات الزوار، ما قد يقود مالكه أو مديره لعقوبات ومساءلة. ولأن البعض كما قال حتى ملك البلاد ينظر لموضوع الحرية ويترك النصف الآخر وهو المسؤولية، وهذا أمر مؤسف، فمقرو القانون يرون فيه محاولة جادة للتنظيم فقط، ويؤمنون أن القانون أفضل من اللا قانون والفوضى، ويؤكدون أنه لن تمس أي حرية، لن يسري على مواقع التواصل الاجتماعي كفيسبوك وتويتر، ويرغب فقط في خلق إعلام جاد مسؤول بعيدا عن الإثارة والكذب والشائعات. فكيف ترون أنتم القانون الجديد؟ هل تتفقون مع هيومن رايتس ووتش التي قالت إنه مهدد فعلا لحرية التعبير؟ لماذا خرج في هذا التوقيت تحديدا؟ وهل يرتبط بأزمة سياسية ما تعيشها الأردن؟ شاركونا الحوار على فيسبوك وتويتر، وكذلك على الرقم الهاتفي 0044 2077 650 211. ولإرسال الرسائل النصية باللغة العربية الرقم هو 0044 79 3 40407. سامر الجروم مع تقييد الحرية للحفاظ على الاستقرار، بمعنى آخر هو يرى أن التقييد أفضل طالما أن هناك هدف أسمى وهو الاستقرار. يقول: مع احترامي الشديد لحرية الرأي والرأي الآخر، ومع إيماني المطلق أن الحرية يجب أن تصان، ولكن لابد من أن تكون الحرية المسؤولة هي التي تطفو على السطح، وليست تلك الحرية التي تطار رموز الوطن وتشتم النظام وتعمل على زعزعة الأمن وتشويه صورة البلاد. بالمقابل يقول أحمد الباشا في هذه المشاركة التي أختم بها: نحن ضد تقييد حرية التعبير، ونؤيد إخواننا في الأردن الشقيق في ثورتهم القادمة لاقتلاع الفساد والاستبداد، مع كامل احترامنا للملك والأسرة الهاشمية. طيب، شكرا جزيلا يا محمود. وبالتأكيد نؤكد أن مشاركاتكم في هذا الحوار مستمرة أونلاين على موقعنا، على نوافذنا على فيسبوك وتويتر. تستطيعون على مدار الساعة المشاركة في موضوعنا، لكن عبر استعراض لآراء الأردنيين أنفسهم وأيضا بعض الآراء الأخرى. هناك مشاركات بالويب كام هذه المرة. يوسف بلقر من الأردن بعث لنا بهذه المشاركة، دعونا نرى ما جاء فيها. هناك العديد من المواقع الإلكترونية والصحف اليومية والمطبوعات والعديد من القنوات الفضائية، فالأمر المضحك المبكي أن كل تلك الوسائل الإعلامية المبعثرة ترفض أن تكون هناك قوانين أو مواثيق شرف تحدد طبيعة عملها، لكي تبقى تتنافس في التطاول ورفع الشعارات واغتيال الشخصية بطريقة ممنهجة، إذ لا يجوز أن يحتل نفر من الناس السماء والفضاء بحجة الحريات الإعلامية وترك الأمور بلا ضوابط وتعريض المجتمع لأهواء أصحاب الأجندات الخاصة. ويقيني بأن أحد أسباب الأزمة السياسية في الأردن هي وسائل الإعلام الشعبية بشتى صورها، والتي تعتمد بالدرجة الأولى على الإثارة، ولو كان ذلك على حساب الحقيقة واغتيال الشخصية. فالقانون المعدل جاء لتنظيم العمل الإعلامي وليس لإلغائه ولا لتقييده، والذي يحارب هذا القانون ويخشاه هم أولئك النفر المستفيدين من الفوضى الإعلامية الحالية. طيب يوسف هنا وفي بداية حديثه قال إن من الأفضل أن تقر هذه التعديل، ستنظم عمل المواقع الإلكترونية، وقال إنه من الغريب أن هذه المواقع تتنافس بينها من أجل التطاول على أفراد بعينهم أو على هيئات بعينها. القانون إذن ضرورة لوقف هذا التطاول وبعض الاستخدامات السيئة لحرية التعبير.